السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم، اللهم امين، واللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. جاي لكم النهارده بفيديو حلو قوي قوي. ده اكبر مكان في المنصورة، عروس النيل، بيعرض اشكال وانواع والوان الفوانيس بكل الاحجام اللي تتخيلوها، ومكانه رائع جدا جدا. يعني المساحة كبيرة قوي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة جدا جدا. هي مكانها قدام بوابات جامعة المنصورة، قدام بوابة توشكا تحديدا، قدام جامعة المنصورة. عايزة اقول لكم ان المكان رهيب. يعني انا دخلت وانا شفت الصبحية وانا رايحة شغلي، وقلت لا انا لازم انزل اعمل عنه ريفيو. الناس واقفة في كل مكان بتصور، كمان انا لحقته قبل ما يبقى فيه زحمة. مكان حلو قوي بصراحة، مليان حاجات كتير جدا، كل ما يخص اللي هو ايه الزينة بتاعة رمضان، من مفارش او فوانيس او حبال من النور. حاجة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حلوة قوي، واسعار كمان حلوة جدا. يعني انا كنت شايفة احجام فوانيس في اماكن تانية، لا لقيتها هنا باسعار لا حلوة، مناسبة، مش وحشة، واشكال وانواع. يعني هوريكم دلوقتي الاشكال بتاعة الفوانيس ايه، وكمان اسعارها، كل حاجة مكتوب عليها سعرها. وعندهم الصواني زي ما انتم شايفين كده. الصواني دي الصغيرة دي كانت ب60 جنيه، واللي وراها كانت تقريبا ب80، والحجم الأكبر أكيد ب100. أنا ما شفتوش لأنه كان محطوط ورا. وبالنسبة للمفارش اللي انتوا كنتوا شايفينها الأول دي مفارش سورية، وكمان السجادة دي تقريبا بتتعلق على الحائط. بس أنا دي ما كانش مكتوب عليها السعر يعني. كمان الأستاذ اللي هو كان واقف كان سوري. الحاجات دي هم اللي عاملينها، بس حلوة قوي ما شاء الله. وهنا كان كمان شايفين منظر الفانوس عامل ازاي. الكراسي الصغننه دي ما اعرفش تقريبا بيسموها كوشن او ايه. بصوا منظرها عامل ازاي، الناس موجوده في كل مكان عماله تتصور. المكان مدي بهجه فظيعه. يعني انا دخلت اصلا نسيت ان في رمضان داخل علينا، وفي اسعار غاليه. لا وكمان مش اغانين، اغاني رمضان، فمديها بهجه ما شاء الله. المكان حلو قوي، والبهجه كمان انت الواحد بيحسها جوه المكان حلوه جدا. يعني لو وديتوا اولادكم واطفالكم كده معاكم، جبت لهم كل واحد فانوس صغنن، يعني ايه، هيحسوا بجو غير طبيعي بصراحه، جو رمضان ده. انا كنت مسجله بصوتي، بس لقيت طبعا اغاني رمضان كتير شغاله في كل مكان، والسماعات عاليه، فطبعا ده هيعمل لي مشكله جوه الفيديو. فقلت ان انا بس اقطع الصوت في المقطع ده لحد ما الصوت اللي هو بتاع الاغاني بتاعت رمضان ده يمشي، وبعدين نرجع تاني بقى نحس بالاجواء داخل المعرض عامله ازاي. الفوانيس دي حلوه قوي. كل فانوس مكتوب عليه سعره، ده تقريبا ب25 جنيه، واللي كان قبل كده الصغنن برضه تقريبا كان ب50، اللي هو كان جوه الكيسه. انا مصوره لكم الاسعار، كل حاجه حاطين عليها السعر بتاعها. وده طبعا حاجه كويسه جدا ان احنا ما نرهقش نفسنا، ان احنا نسال على الاسعار ايه، وهم كمان ما يرهقوش معانا يعني، او مع الناس اللي بتشتري. كنت بوقع الفوانيس لما اشوفها، قال لي لا ولا يهمك ولا اي حاجه. بصراحه ناس في قمه من الذوق والاحترام، بيساعدوا كل الناس، فعايزين يسالوا على اي حاجه ويقول لك ده بكام وده بكام. لو انت حتى عينيكي مش جايبه السعر الحاجه اللي متعلقه فوق. في اشكال من الفوانيس حلوه قوي. بصوا بقى المقطع اللي جاي ده هنشوف صوتنا عامل ازاي بالاجواء اللي موجوده. الله، شايفين بقى الفوانيس دي حاجه كده يعني ايه، فوانيس بقى بتاعت زمان، فاكرينها اللي كانت ام شمعه دي، ومكان الشمع لا حاجات بسم الله ما شاء الله. انا عماله اوقع في الحاجه مش عارفه ليه. ده بكام؟ ب40 جنيه. فانوس ده ب40 جنيه. كميه من الفوانيس ده كده بقى، اللي هو الفانوس ابو شمعه. اتمنى ان هو يكون الفيديو كده واضح لكم بالاسعار، لو انتوا يعني حابين تيجوا المكان ده. المكان ده قدام الجامعه، قدام بوابه توشكا. المكان بتاع المعرض ده بوابه توشكا قدام الجامعه. شايفين المنظر الفانوس ده؟ لا حلو قوي قوي. ابو ترتر ده حاجه كده جميله جدا ما شاء الله، اللهم بارك بجد، اللهم بارك. ده في جزء تاني بقى، شايفين مجموعه الفوانيس دي حاجه كده، يا شايفين حاجه كده جميله جميله جميله. انا طبعا مش عارفه اصور بفوق قوي عشان خاطر الناس اللي داخله، ما نحبش نجيب وشوش حد عشان ما يبقاش متضايق. ودي كمان الفوانيس الصغننه اللي بتبقى زي بتاعه الميداليه، ب15 جنيه الفانوس، 15 حاجات كده. ودي بقى مجموعه الفوانيس ثانيه برضه اهي. هتتبسطوا قوي قوي من المكان. دي بقى الكوشات، او برضه القعدات العربي اللي هي قعدات رمضان. ما شاء الله ما شاء الله، جميله جميله. بتدي المكان اصلا مدي بهجه غير طبيعيه، بهجه فظيعه ما شاء الله بجد. يعني انا اصلا معايا واحده صاحبتي ومش عارفه هي راحت فين، سبتها وعماله الف. شايفين دي كلها مخدات كده، زي مخدات عربي وقعدات لرمضان، بتدي بهجه حلوه قوي قوي للمكان.
وده كوشن برضو كده تقريبا. ده بكام سعره؟ 270. هو تقريبا حاطينه بالمقلوب بس سعره 270. بس هي حلوه، تقيله وحلوه يعني، ما تحمل يعني. وده كمان كوشن تاني كام؟ تقريبا 250 تهيألي اهو، 250 او 220. في واحد تاني ده ب 220. حلو قوي، اشكاله جميله بصراحه. بصراحه المكان تحفه. واكيد المكان ده بالليل الانوار طبعا لما بتشتغل وكده بيبقى لا حلو اكيد طبعا يعني، مش محتاجين كلام. تعالوا بقى ما ادخلكم. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه كده اللهم بارك. شايفين كميه انا مش عارفه اقول حاجه بصراحه، حاجه كده جميله جدا. شايفين المنظر من فوق؟ كميه فوانيس اشكال والوان واحجام ومش عارفه فوانيس شكلها حلو قوي والله بجد. الواحد لما دخل نسى الغلو اللي احنا فيه ونسى كل حاجه وعمالين ندعي اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين. ده بقى الباكيه دي، شوفوا ده بقى من جوه شويه. شايفين دي فوانيس عامله ازاي؟ اللهم بارك بجد، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين؟ انا هجيبها لكم بقى كلها كده. الباكيه نفسها كده، دي بقى باكيه جوانيه كده هم فرشينها. وفي بلاستيك هنا كمان اهو، يعني في فوانيس خشب وتقريبا دي بلاستيك. احسن حاجه الحقيقه ان انا شايفه ان كل حاجه عليها السعر بتاعها، وده طبعا اولا مش هيرهقني ان انا كل شويه اسال على سعر الفانوس ده ايه. للاستاذ اللي واقف مثلا بيسوق المنتج ده. وهنا بقى عندنا ده مدفع رمضان تقريبا، مدفع رمضان اهو شايفين، واكيد بينور بقى، والراجل معاه ورا كمان اهوت. وبتاعه الفول، فولت الفول، حاجات يا جماعه ما شاء الله. ومشغلين بقى كمان اغاني عن رمضان، بس اتمنى انها ما تطلعش في الفيديو لسبب انها بتعمل لي مشكله في الفيديو لما برفعه على اليوتيوب. وده بتاع القطايف الكنفنجي اهو عامل صينيه قطايف اهو كمان. وده بتاع القطايف. اتمنى ان بجد يكون اولا الصوت، اتمنى ان هو يكون فعلا بجد واصل لكم، لان الحاجه حلوه قوي. وشوفوا الاسعار يعني. ده اللي هو بتاع اللي هي القلل دي، ولا مش عارفه ده ايه معاه الحقيقه بكام. 220 جنيه الورقه اهي ملزوقه ب 220 جنيه. احسن حاجه الاسعار اللي موجوده على كل حاجه مريحانا يعني، ان احنا ايه ناخد جوله. ده ايه بقى برضو مش عارفه، ده فيه مكرونه وعدس وهو مش عارفه ده ايه يعني مش فاهمه، بس ممكن يبقى بتاع البليله والحاجات دي. في هنا عدس وفي مكرونه وحاطينها في الحاجات يعني كمان. وفي راجل جوه بيبيع اهو معانا. دي برضو عامله كام؟ الاسعار على فكره بالنسبه للحاجات دي حلوه. ده 270 جنيه. شايفين منظر الفانوس اللي معمول بالمكرميه ده؟ منظر 150 جنيه الفانوس ده، 150 جنيه. شايفين الوانات تحفه جدا بسم الله ما شاء الله. والفانوس اللي هو ده عجبني قوي قوي، اللي هو ترتر ده، اللي مليان ترتر ده، حلو قوي 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 بصراحه ما شاء الله. جميل جميل، حاجه كده اللهم بارك، حلوه قوي. كل سنه واحنا طيبين جميعا. انا عايزه اقول لكم ان انا معايا صاحبتي، انا مش عارفه يعني سايباها وماشيه مش حاسه ان انا ماشيه معايا خالص. الحاجه بصراحه مفرحه قوي قوي قوي. شايفين الالوان دي بقى بتاعت الاطفال الصغيرين بقى، يدغدغوا فيها يكسروا فيها مش مشكله بس هي شكلها حلو جدا. منظر لا. وكمان الحلو في الفوانيس ان هي ايه، اللي هي بتاعت ايام زمان بقى، مش اللي عليها اللي يعني بتاعت بكار والحاجات دي حلوه. شايفين؟ بصوا في بقى حجم تاني اهو، ده في كراتين كده، مش عارفه حاطين يا ريت يا جماعه تسمعوني في الحته دي. اللي ما عملش لايك ويا ريت تكتبوا لي كومنت، يعمل لايك وكومنت وسبسكرايب لمطبخ اميره وريماس بعد اذنكم لو سمحتوا. انا بعمل لكم فيديوهات كتير بس حبيت اقول لكم الحته دي على الصوت القديم. السلك ده اللي هو بيبقى الحبل ده، والبوكسات بقى لو حد عايز هدايا بيجيبها ويحطها جوه البوكس هدايا وكده. بس نقفل بس من هنا عشان الناس. بصوا بقى منظر الفوانيس دي، حاجه كده اول مره بصراحه اشوفها. الاول انا كنت فاكراها اصلا زي مبخره كده، مباخر يعني، والقطع اللي فوق اللي هي زي النحاس دي ده الغطا بتاعها، بس هي كانت بعيد عن ايديا شويه، وبعدين هي كانت ازاز اصلا. فكنت الحقيقه يعني ايه حريصه وانا بمسكها او بلمسها. المهم انا سالت بقى اللي واقف، قلت له هي دي مباخر ولا ايه؟ قال لي لا دي فوانيس باشكال تانية، بالحبل بتاعها اللي هو يعني بتاع النور ده بينور باشكال. فطبعا الالوان اللي موجوده الصغننه دي عباره عن ازاز اصلا، بتدي الاشكال والانوار بقى واللون اللي موجود جواها ده. فطبعا كانت حلوه جدا. ودي بالنسبه لها صواني وعليها السبرتايه والفناجين القهوه والشاي،
حاجات بصراحه قمه في الشياكه وقمه في الجمال. ولكن دول لسه ما اتسعروش، انا سالته اسعارهم ايه، قال لي الباكيه دي او الجزء ده كله كان وقتها لسه ما اتحطش عليه اسعار ولا السعر. وشايفين برضو الفوانيس كانت تحت على شكل اباريق كده، ودول بقى اشكال فوانيس معموله مجسمات. وعندنا بقى اطباق صغننه كمان اللي هي اطباق التمريه واللي هي المكسرات بتاعه رمضان والحاجات دي. وشايفين اشكال فوانيس حلوه قوي ما شاء الله، جميله جدا. دي الفوانيس اهي اللي هي على شكل ابريق. الازاز الملون ده مدي ضي اصلا جميل، يعني المكان ده انا مصوراه الصبح، اكيد بالليل له شكل وله رونق تاني نهائي خالص. بس طبعا عشان انا كنت طالعه من شغلي ورحته، فمش هينفع نرجعه بالليل لانه في مكان انا ساكنه في حته تانية غيره. ودي بوكسات بقى اللي هي بتبقى بوكسات الهدايا، معمول عليها برضو رمضان، تشتري الهديه او تشتري الفانوس وتحطيها في البوكس، تبقى شكلها حلو قوي. دي بقى الاطباق بتاعه التمريه الصغننه. بصراحة يعني اللي هيروح أو هياخد أولاده معاه هيطلع من هناك مفلس، لأن الحاجات شكلها رائع جدا بسم الله ما شاء الله. بجد الواحد أخد طاقة إيجابية، رغم إن علو الأسعار أو غلو الحاجة اللي موجودة حوالينا على دخلة رمضان الواحد بصراحة متضايق منها. لو أنا مش متضايق عشان نفسي، فإحنا متضايقين عشان ناس كتير تانيين. بس يا رب إن شاء الله بإذن الله ربنا يفرجها على الكل، اللهم أمين. ومحدش فينا يا رب يبقى متضايق ولا زعلان في الايام المفترجه اللي جايه علينا والايام المفترجه اللي احنا فيها برضو. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب، واللهم زدنا ولا تنقصنا. دي برضو التوسترات دي كوستر او كوستر تقريبا، كوستر باحجام صغير والكبير ده لو انتوا بقى هتاخدوه وتحطوا عليه الطواجن اللي هي بتبقى طالعه من الفرن سخنه وكده، تبقى مديه شكل حلو برضو. والفوانيس اللي هي كانت طالعه الفتره اللي فاتت دي الحديد دي برضو، دي بوكسات على شكل زي ما قلت لكم الفنانيس. حاجات اللهم بارك جميله جميله جميله، المكان مدي بهجه. على فكره مش لازم تروحوا تشتروا، الناس هناك قمه في الذوق والاحترام. يعني اللي بيتفرج حتى وبتصور جنب الفوانيس يعني مش بيزعلوا حد، مش بيقولوا حد، لان كميه طلبه كانت موجوده بيتصوروا. انا عايزه اوريكم المعرض من بره واحنا داخلينه، حاطين اشكال حلوه قوي وبوجي وطمطم وعم شكشك، يعني حاجات جميله جدا مديه بهجه للمكان، مخليه الناس كلها تزور المكان حتى لو اشتريتي حاجه بسيطه. بصراحة المعاملة هناك ذوق 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 بجد. يعني الفوانيس زي ما وريتنا الكاميرا بتاعتنا، من الصغير للكبير للوسط للأكبر قوي. كل دي بقى كمان البلورات اللي محطوط جواها فنانيس وبوجي وطمطم وحاجات أشكال رمضان، حاجات قمة في الأشكال الحلوة وقمة في الجمال، وخامتها نظيفة جدا ما شاء الله، مش أي تلوين كده موجود، لا حاجات حلوة قوي. وكمان طمطم بقى على العرايس، أسعارها موجودة قدامكم اهيت، انا ما خدتش بالي هي بكام، بس طبعا انا كنت شلت الصوت. حاجات جميله قوي قوي بصراحه. يعني اللي مش عايز فانوس، في بوجي وفي طمطم بقى كبير وصغير لا حاجات حلوه قوي. المعرض ما شاء الله شامل كل زينه رمضان، من مفروشات لحبال نور لفوانيس اشكال واحجام وسعر عالي وسعر هادي وسعر متوسط وسعر في متناول الجميع. في كتير، وفوانيس خشب وفوانيس معموله بالمكرميه واللي معموله بالترتر دي. انا بقول لجوزي بيقول لي ما اسموش ترتر، اسمه بروبرو ولا كده ولا كده، هو اسمه ترتر، حلو جدا. في هناك فوانيس، اكبر فانوس انا شفته سالت عليه قال لي معدل 1000 جنيه، بس فانوس يعني الحقيقه حاجه كده جميله جدا جدا. بصوا بقى شايفين، احنا كده ابتديت ان انا اخرج من المعرض، لان هو كان خلاص لفته كله ما شاء الله، مساحته كبيره جدا. وقلت لكم العنوان بتاعه قدام بوابات جامعه المنصوره، تحديدا قدام بوابه توشكا. شايفين بقى الفانوس ابو ترتر اهو طالع منه اشكال كتير، السيلفر والذهبي والاسمر. ده بقى عم شكشك محطوط على بدايه دخله المعرض. وهنا برضو كان في بوجي وطمطم. دخلة المعرض من بره اصلا تشد جدا، شايفين كميه الفوانيس اللي موجوده كبير وصغير، حاجه كده اللهم بارك جميله بسم الله ما شاء الله. اللهم عود علينا يا رب رمضان بالخير. وده عم بوجي بقى كان واقف في اول المعرض بيسلم على كل اللي داخلين ويقول لهم كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم ان المكان يعتبر على فكره الفوانيس اللي فيه ببلاش، زي ما انا فعلا كاتبه في العنوان. الاسعار حلوه جدا والخامه نظيفه جدا تعيش معاكي. وان شاء الله باذن الله اللي هيروحوا هيستفاد ان هو يشتري حتى فانوس صغنن لابنه بالسعر اللي هو عايزه. حبيت ان انا اقول لكم اوريكم المنظر ده من عروس النيل المنصوره.
وكل الناس كانت واقفه تتصور. بصراحه انا ان شاء الله هجيب ولادي واروحوا باذن الله. بوجي وطمطم عاملين البوابه لدخول الناس، بيهنوا الناس، بيطلعوا الناس من الاكتئاب اللي هم فيه او الحاله السلبيه لحاله ايجابيه، وان شاء الله ربنا هيفكها علينا كلنا باذن الله، نبقى في امان باذن الله يا رب. اللهم امين. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب تكونوا استفدتوا. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.